اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده سهل جدا، وعلى قد ما هو سهل بس هو مهم جدا جدا. هنتكلم فيه عن ايه؟ هنتكلم فيه عن الليتر والساوند اوف ذا ليترز، وهنفهم الاصوات ليها كام نوع، وده مهم جدا جدا ومن اهم الدروس اللي ممكن نتكلم عليها في الفونكس. بالراحه كده، طبعا احنا عارفين الليترز من اول letter A لحد الليتر Z. الليترز دي 26 letters، اوكي؟ يبقى in English we have 26 letters، عندنا 26 letter. الليترز دي ايه بقى؟ ايه قصتها؟ الليترز كمان شبه البني ادمين بالظبط، عندها حاجتين اتنين، اسم وعندها نبرة صوت، ساوند. يعني ازاي؟ هو اسمه letter A، حلو، وعنده ساوند تاني صوت بيطلعه، تمام، اسمه A. اسمه letter B، هو اسمه كده، عنده صوت اسمه B. عندنا letter اسمه C، اسمه C make sound K. D اسمه D make sound D sound. حلو، يبقى احنا كده اتفقنا ان احنا عندنا names of the letters والsound of the letters. طب ده موضوع النهارده؟ لا. ايه موضوع النهارده بقى؟ ان الساوند بتاع كل letter ده في letters عندها اصوات تخينه، وفي letters تانية عندها اصوات رفيعه. ايه الكلام ده؟ في بني ادمين عندها صوتها تخين، في بني ادمين صوتها رفيع. حلو، الليترز شبه البني ادمين بالظبط. في ليترز بتطلع صوت ناعم وهادي خالص، وفي ليترز تانية بتعمل صوت ساوند تخين جدا. طب احنا هنسميه رفيع وتخين والكلام ده، الكلام ده بتاع بني ادمين. الليترز بقى ايه؟ الليترز لا، الليترز بتعمل اصوات في ساوند، اصوات بتبقى قوية فبنسميها فايزد، منطوقة قوية بجد. طيب دي اعمل فيها ايه؟ اعرفها ازاي يعني؟ قال لك وانت بتنطق الساوند حط ايديك على الفوكال كوردز، حط ايديك على احبالك الصوتية، لو عملوا فايبريتنج، لو ارتعشوا، يبقى كده ده فايزد، قوي. ايوه، ازاي برضو؟ ما هو دليل قوته ان هو من كتر ما هو قوي احبالك الصوتية بترجرج. زي مثلا letter B make sound ب ب ب. حط ايديك كده على الفوكال كوردز بتاعتك وشوف، هتلاقي they are vibrating، عمالين يرتعشوا. طيب تعالى ننتقل للليتر تاني، letter D. D make sound د د د vibrating. نيجي مع بعض letter G، تعالى نجرب كده letter ده، letter G make sound ج ج ج. ده فايس، ده قوي جدا. طيب تعالى بعد كده letter L. letter L make sound او او فايس. تعالى نشوف letter M فايس. نيجي بعد كده letter N فايس. letter Q قوه 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 فايس. letter R فايس. تعالى نجرب مع بعض letter V فايس. letter W make sound وه 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 the voice. تعالى مع بعض نجرب letter Y make sound يه 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 فايس. اخر letter معانا في الفايس letter Z make sound sound devised جدا، اوكي؟ دول الفايس ساوند، يعني letters بتعمل صوت قوي جدا، اوكي؟ اللي هم كده ناس صوتها تخين، اوكي؟ تعالى بقى مع بعض نروح نشوف الفايسلس. فايس يعني صوتلس، يعني قليل، يعني الساوند قليل، الصوت هادي، اللي هي الناس اللي صوتها رفيع. بالراحه كده مع بعض، تعالى نجرب الليتر ونشوف الليتر ده فايسد ولا فايسلس. تعالى مع بعض letter C make sound ك ك ك. يعني الفوكال كوردز مش بتتحرك قوي يعني، وكأن يعني مفيش اصلا. ليه؟ لان هو just above air، هو شويه هواء. تعالى مع بعض نجرب letter E make sound letter F make sound هواء above air فvoiceless طبعا. letter H make sound above air هواء يبقى voiceless. letter I make sound voiceless خفيف ناعم. letter K make sound هواء فيبقى ده voiceless. نيجي مع بعض letter O make sound voiceless. letter P make sound voiceless. letter S make sound voiceless. letter T make sound ده ايه؟ voiceless لان ده above air شوية هواء. letter U make sound ده voiceless. نيجي بقى مع بعض الاخر letter معانا في الvoiceless وهو letter X make sound
ده ايه؟ ده voiceless. بنهاية فيديو النهارده اتعلمنا ان احنا عندنا حاجتين اتنين، عندنا اصوات voiced يعني منطوقه قويه وعرفنا هم مين، وعندنا اصوات تانية voiceless يعني مش قويه قوي، هاديه كده صوتها ناعم. اتمنى الفيديو يكون عجبك واستفدت منه، واستناني فيديوهات جايه كتير.